مشكل تذاكر الديربي. الصراحه قبل ما يبدا اي ديربي كيكون واحد الصراع، واحد البوليميك ما بين الجماهير الرجويه والوداديه، ولكن في هذا الديربي كاين واحد الصراع من نوع خاص، صراع وحرب كبيره ما بين الجماهير في كاع مواقع التواصل الاجتماعي. باش تفهموا المشكل اللي واقع على هاد التذاكر ديال هاد الديربي غنشرحوا كلشي في الديتاي بهذا الفيديو، وخليو لي الراي ديالكم، خليكم معايا. فباش نشرحوا هاد الشيء كامل بالديتاي، فاول حاجه خاصكم تعرفوا هو انه كان واحد الاجتماع فيه المسيرين ديال الرجاء، مسيرين ديال الوداد، اللجنه المنظمه والسلطات ديال مدينه الدار البيضاء. هذا الاجتماع خرج بانه مكتب ديال الرجاء ولا الاداره ديال الرجاء غتخرج التذاكر ديال هذه المقابله. كاع لي زون خرجوا فيهم التذاكر بما فيهم زون 6 اللي كما كيعرفوا الجماهير ديال الوداد والجماهير ديال الرجاء انها زون مسدوده وما كيدخلوش ليها الجماهير. ثاني حاجه هو انه عدد التذاكر ديال الجماهير ديال الرجاء هو 18740 تذكره، بما فيهم 16500 خلاوها البطائق الاشتراك، 2200 تذكره زون 3، و40 تذكره المنصه الشرفيه. وجمهور الوداد خلاو ليه 18200 تذكره. والجديد في هذه التذاكر هو الزياده ديال الثمن، فما بقاوش التذاكر ديال 30 درهم ولا 50 درهم. فالمدرجات المكشوفه دارت لهم اداره الرجاء 100 درهم، والمدرجات المغطاه داروا لهم 200 درهم. وهذه هي الحاجه اللي ثارت هذا الجدل وهذه الحرب الكبيره ما بين الجماهير ديال الوداد والجماهير ديال الرجاء. فالجماهير ديال الرجاء كتشوف بانه الثمن ديال التذاكر عادي جدا، وانها مستعده تتفرج في الماتشات ديال الرجاء باي ثمن دارته الاداره. على العكس الجماهير ديال الوداد فهي كتشوف ان الثمن ديال التذاكر هو ثمن غالي وزايد بزاف، وكتشوف بان اداره الرجاء ما لقات امتى تزيد في التذاكر حتى للديربي. وثاني حاجه هو انه الجماهير ديال الوداد كتقول بان الرجاء كتعيش ازمه ماليه، وهذا الثمن ديال التذاكر اللي صاروخي كما كيقولوا الجماهير الوداديه هو استرزاق على ظهر هذه الجماهير، وان اداره الرجاء كتحاول تنقص من الازمه ولا تحد من الازمه الماليه على ظهر الجماهير الوداديه، والحاجه اللي ما قبلوهاش كاع الجماهير ديال الوداد. والحاجه اللي غتثير الانتباه هو انه الاداره ديال الوداد كانوا حاضرين واتفقوا على هذا الثمن ديال التذاكر، واتفقوا على ان الزون 6 غيكونوا فيها التذاكر، مع العلم انها زون مسدوده. واش غتحل نهار الديربي؟ واش غيكون بان هذيك الجماهير اللي خدات التذاكر ديال زون 6 غيتزاحموا في فريميجا ولا غيتزاحموا في المدرجات المغطاه؟ ما عرفناش شنو غيكون. هذه هي الحاجه اللي ثارت الانتباه، زادت في هذه الحرب ما بين الجماهير ديال الوداد والجماهير ديال الرجاء. والحاجه اللي غتثير الانتباه هو انه التيكي ديال جماهير الوداد باقي حتى شي واحد ما شرا شي وحده، كلشي كيتسنى في قرار ديال الوينرز الالترا ديال الوداد. كلشي كيقول بانه الالترا ديال الوينرز هي اللي غتاخذ القرار، واش غيقاطعوا هاد الديربي بسبب غلاء التذاكر ولا غيحضروا في الديربي. الصراحه كلشي كيتسنى قرار ديال هاد الالترا. والمنخرطين ديال الوداد ما بقاوش ساكتين وخرجوا ببلاغ كيستنكروا فيه هاد الزياده في ثمن التذاكر في هاد المباراه بالذات، وكيشوفوا بانه استرزاق ضد جماهير الوداد، وان الاداره ديال الرجاء باغا تصلح كما قلنا الازمه ديالها على ظهر الجماهير ديال الوداد كما جاء في البلاغ ديال منخرطين الوداد بيضاوي. والرد جا سريع من منخرطين ديال الرجاء، وردوا حتى هما ببلاغ ناري وفيه نقاط كتشعل الحرب ما بين الجماهير ديال الوداد والجماهير ديال الرجاء قبل ما يبدا هاد الديربي الاستثنائي. كاينه حرب كبيره اليوم ما بين الجماهير ديال الوداد والجماهير ديال الرجاء، خصوصا من بعد ما عطاو الثمن ديال التذاكر. فاكيد انه جماهير ديال الرجاء 100% حاضره، والحدث اللي كيتسنى كلشي هو القرار ديال الترا وينرز، واش غيكونوا حاضرين في الديربي ولا غتكون المقاطعه. ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في هذا الحرب وهذا الشيء اللي واقع بخصوص التذاكر ديال الديربي ما بين الرجاء والوداد.